انتشر كلام في الفترة الأخيرة إن فيزا ريدوت باي وقفت التعامل مع الفيسبوك. كنت قبل كده كلمتكم عن طريقة حل مشكلة جوجل بلاي المصري، وعملت ستور مختلف وغيرت بيانات البيلينج ادريس بتاعة الفيزا وقبلت معايا وقدرت أشتري. لكن مؤخرا بقى انتشر كلام إنه خلاص مش هتقدر تفعل بيها إعلانات الممولة. بصراحة أنا شكيت في الكلام وبعت لخدمة العملاء وأكدوا عليا إنه مفيش أي مشكلة. لذلك أنا حبيت أعمل تجربة كده في الفيديو سريعة وأشوف هل فعلا اتوقفت ولا شغاله شحن عادي اعلانات مموله على الفيسبوك. زي ما انتم شايفين كده انا دخلت على صفحه الفيسبوك عندي، وبعد كده زي ما انتم شايفين اهو بيانات الفيزا ظاهره قدامكم، اخرها الاربع ارقام دول، وحتى على تطبيق ريدوت باي اخرها نفس الاربع ارقام، بس عشان ايه تبقوا متاكدين ان هي نفس الفيزا. هجرب دلوقتي احط شحن ب5 جنيه. زي ما انتم شايفين أنا معايا مبلغ في الحساب الاعلاني، هزود عليه 5 جنيه بحيث اقفل المبلغ، وبعد كده هعمل الاستمرار. بعد كده بيأكد عليا ان هو هيعمل عملية سحب المبلغ ده من فيزا ريدوت باي، وزي ما انتم شايفين تم خصم المبلغ بدون اي مشاكل من الفيزا، وبالتالي مفيش اي مشكله والفيزا ما زالت شغاله، وانا معايا حساب اعلاني مصري ما غيرتش اي بيانات. وعلى فكره البيلينج ادريس بتاع الفيزا اصلا مش تبع مصر. طب واحد دلوقتي هيقول لي انا الفيزا بتاعتي مرفوضه على الحساب الاعلاني بتاعي. ممكن الحساب الاعلاني بتاعك يبقى لسه جديد او مش موثق، لانه احيانا الفيسبوك ممكن يطلب منك بيانات البطاقه بتاعتك، او ان هو يكون حساب اعلاني جديد فهو مش بيقبل معاك البطاقات الافتراضيه بسهوله. لازم مثلا تجرب طريقه الايداع بفوري الاول، وبعد كده تستنى فتره بحيث ان الحساب الليميت بتاعه يعلى، وبعد كده تضيف بيانات الفيزا وهتتقبل معاك. فلو عندك مشكله هتبقى المشكله من عندك وممكن تراسل الدعم بتاعهم. خد بالك بقى انت لو ما سجلتش في فيزا ريدوت باي، فيزا ريدوت باي لحد النهارده بتدي بونص تسجيل $5 لو سجلت من الرابط اللي في وصف الفيديو، بس بشرط توثق حسابك الاول بالبطاقه الشخصيه او بالباسبور وتشتري الفيزا. بعد كده بيديك $5 بونص مشتريات تقدر تستعملهم على الفيسبوك، يعني هتبقى برضو فلوس زيادة معاك لو عايز تعمل اعلانات ممولة او عايز تستفيد بيهم في اي حاجة لكنك ما بتقدرش تسحبهم. هتلاقوا كل الفيديوهات بتاعت فيزا ريدوت باي في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.